في سابقة تسجل لتونس وللعالم العربي، نجح فريق بحث تونسي بقيادة المهندس التونسي صبري التزنيتي في تطوير منظومة برمجية متكاملة تعمل كليا بالذكاء الاصطناعي، موجهة لدعم المؤسسات العمومية والخاصة في مجالات التشخيص، الصيانة وإدارة المعلومات. هو نظام ذكاء اصطناعي اجتماعي تعليمي، بالطبيعة هو تابع لنظام تزنيتي AI اللي هو يشمل 12 برنامج كما حكينا. المرشد التونسي يخدم بالصوت، يعني تسأله بالصوت تقول له راني أنا عندي مشاكل نفسية، خرجت من مشكلة نفسية، كيفاش نقدر نتجاوزها، كيفاش نقدر معناها نتأقلم في المجتمع. يقوم المرشد التونسي يبعث شوية نصائح معناها اجتماعية ونصائح معناها نفسية، وكذلك يبعث لك يقول لك إذا تحب تتعلم صنعة تشتغل بها وقتك، معناها صنعة زيادة، يعطيه معناها الشباب باش يتعلم صنعة زيادة في ظرف أسبوع ولا 3 أيام ولا 4 أيام، ويعطيه روابط في اليوتيوب معناها باش يتعلم منهم. وهذه معناها برنامج اجتماعي يعني وتعليمي في نفس الوقت. احنا معناها كبرنامج ذكاء اصطناعي الاول في العالم في التكوين المهني بالذكاء الاصطناعي، احنا اخترنا المرشد التونسي للناس الاميين اللي هم ما يعرفوش يكتبوا. هذاك علاش التخاطب معاه بالصوت، لانه اغلب الناس اللي يكون عندها مشاكل نفسية ومشاكل اجتماعية يكون مع أمي ولا مش قاري ولا معناها. هذاك علاش احنا عملنا المرشد التونسي مع كذكاء اصطناعي لإرشاد الناس للمجد في المجتمع ومكافحة المخدرات ومكافحة الإدمان. هذه المنظومة الجديدة تقوم على تكنولوجيا متقدمة قادرة على تحليل الأعطال بدقة والتنبؤ بالمشاكل قبل حدوثها واستخراج المعلومات آليا من الوثائق الفنية، وهو ما يجعلها أداة استراتيجية للمؤسسات التي تبحث عن تخفيض وقت التوقف عن العمل ورفع جودة الأداء. نظام ذكاء اصطناعي مكون من 12 برنامج في الإدارة والصناعة والطب، وهذاك علاش اخترناه باش يكون من ضمن البرنامج التكويني متاعنا، وهو أول نظام ذكاء اصطناعي معناها يقوم بالتكوين تكوين الأشخاص في مدة قصيرة معناها ما تتجاوز 30 يوم. وناخذ مثال مثلا نظام تزنيتي AI دياغنوبوت، هو نظام ذكي للصيانة والصيانة التنبؤية. وهذا النظام بمجرد انك تعطيه المعلومات على الآلة متاعك ولا النظام متاعك شنو هو العطل اللي فيه، هو يقترح الحلول ويقترح شنو هي الصيانة التنبؤية باش ما تقعش بالخطأ هذاك، وفيه إمكانية للتدريب الذاتي. ويؤكد مطورو المنصة أن هذا الابتكار قادر على إحداث نقلة نوعية في أساليب العمل داخل المؤسسات بفضل اعتماده على الذكاء الاصطناعي في التشخيص والصيانة وإدارة المعلومات، وهو ما يمثل خطوة جديدة تضاف إلى مسار الابتكار التونسي في المجال التكنولوجي.